كاين شي وليدات اول ما يسمعوا باب الدار يتحل يجروا للحضن، وكاين شي وليدات اول ما يسمعوا نفس الصوت يجروا يتخباو نفس الباب ونفس المفتاح. بصح الفرق في حاجة واحدة، واليوم راح نكشفها لك وش هي. كاين سؤال حيرني سنوات وعندي يقين باللي حير ناس بزاف. علاش كاين شي ديار كي تدخلي لهم تحسي روحك مرتاحة، مرات حتى خير من دارك، ما تعرفيش علاش. صدرك يوسع، الكلام يخرج لك غير بالعقل، سبحان الله. وكاين شي ديار يمكن يكونوا ديار أفخم مما تصوري ب10 مرات، بصح أول ما تدخلي تحسي وكأن واحد راه مجيفك، ماذا بيك غير تخرجي. في الأول كنت نظن السر في الديكور، قلت بالك الألوان البنتورة هذه الشابة، يمكن في النظافة، يمكن لأن عندهم الدراهم. بصح مع الأيام اكتشفت حاجة فريمو خلعتني. البيوت ما عندهاش روح، بصح الناس اللي فيها هي اللي تعطيها هذيك الروح. تخيلي معايا كاين واحد الديار الولاد يكونوا يلعبوا عادي، الأم تكون في كوزينتها مع شغلها، بصح مجرد يسمعوا الباب يتحل الناس قاع تجمد في بلاصتها، الناس قاع وجوهها يتبدلوا. السؤال هنا، علاش هكا تزيروا مساكين؟ علاش كانوا في حالة ورجعوا في حالة واحدة أخرى، رغم أنهم مازال ما شافوش حتى شكون دخل، بصح القلب سبحان الله عرف. خاش داك الطفل ماشي يستنى الإنسان، يستنى الإحساس اللي يدخل معاه. إذا كان اللي دخل بزعاف، زعافه سبقه وحسوا بيه دوك الوليدات. وكاين اللي يدخل بفرحة وابتسامة، سبحان الله، ديك الفرحة وديك الابتسامة تدخل في القلب قبل حتى ما يدخل داك الإنسان. وهذا هو السر اللي كشفه لنا ربي سبحانه هذه 14 قرن ولا أكثر، في قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. شوفي العظمة، ربي ما قاش لتسكنوا في البيوت، قال سبحانه لتسكنوا إليها، يعني السكينة تخرج من الإنسان قبل ما تكون في المكان. اليوم الناس قاع تجري باش تكبر الدار، باش تبدل الصالون، باش تشري كوزينة جديدة. هاد الشي صح مليح، ما قلناش ماشي مليح، بصح كاين سؤال ما يطرحوش على رواحهم: واش فايدة دار شابة والطفل فيها يخاف يهدر، ولا الزوجة تخاف تعبر على رايها؟ كي يسمعوا ولادك وانتي تاني تسمعي مثلا راجلك جاي، يعني المفتاح يدور في الباب يحل في الباب، اسكو الوليدات يمشوا يجروا له ولا يجمدوا في بلاصتهم؟ واش راح يدير الرخام إذا القلوب قاصحة؟ كاينة مرة كبيرة في السن عاشت مع راجلها أكثر من 40 سنة، سقساوها قالها وش هو سر دارك؟ قالت لهم هاد الجملة، قالت لهم احنا عمرنا ما خلينا الزعاف يبات بيناتنا. الجملة هذه راه تسوى الدنيا وما فيها. تعرفوا شكون كان أكثر واحد عنده أسباب باش يكون قلبه قاسي؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. حاربوه، سبوه،
داوه، مات ولاده وماتت زوجته. ومع هذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ماذا كان يصنع النبي في أهله، قالت كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج، يعني كان يساعدهم، يخدم معاهم، يتبسم، يكون قريب منهم. إذا كان خير خلق الله ما شافش الخدمة في البيت تنقص من قدره، علاش احنا ولينا نشوفوها إهانة؟ كاين حديث نورمالمون نفهموه مليح ونسمعوه مليح ونحطوه فوق رصاننا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. شوفي كيفاش ما قالش خيركم أكثر مالا، ما قالش خيركم أكبر بيتا، ما قالش خيركم أكثركم منصبا. وش قال خيركم لأهله، لأن الإنسان الحقيقي يبان في وسط داره ماشي قدام الناس. جاوبيني اختي، آخر مرة دخلتي لدارك وش دخلتي معاك؟ هموم الخدمة، الزعاف، العصبية، الضغط، ولا دخلتي فرحة وسلام؟ لأن الأولاد يمكن ينساو وش شريتي لهم، بصح عمرهم ما ينساو كيفاش كنتي تحسيهم. مرة المعلمة طلبت من التلاميذ كل واحد يرسم دارهم، يعني كيفاش يشوف دارهم. واحد من هذوك التلاميذ رسم دارهم، رسم الباب، رسم الشجرة، ورسم امه. بصح رسم امه اكبر من الدار. كي سقسته المعلمة علاش رسمت امك كيما هاك، قال لها خاطرش هي الدار. شوفي كيفاش طفل ما شافش حيطان الدار، ما شافش السيمة، ما شافش البنتورة، شاف الحضن، ما شافش المواعين والأهتات، شاف الرحمة. وربي سبحانه أعطانا قانون لو كان نطبقوه تتبدل بيوتنا. قال سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إذن الناس كانوا راح يهربوا حتى من الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان غليظ القلب، فما بالك بوليد صغير، ما بالك بزوجة. القلب الغليظ يطرد الناس، والقلب الرحيم يبني وطن اسمه البيت. إذا وصلتي هنا نحب نطلب منك حاجة، إذا عندك دار فيها راحة احمدي عليها ربي، وإذا دارك فيها العصبية والحس بزاف ما تتقلقيش، لأن السكينة ما تتشراش، السكينة تتبنى بكلمة طيبة وبالابتسامة وبقلب رحيم. باغية نعرف وش هو أول إحساس تحبي ولادك يحسوه كي يفتحوا باب الدار عليك؟ كتبي لي في التعليقات. وإذا تعرفي شخص، زوج، زوجة، أم، أب يحتاجوا يسمعوا هذه الرسالة، شاركي معاهم هذا الفيديو. يمكن مشاركة واحدة منك تكون سبب باش ترجع المودة لأي دار كانت رايحة تضيع. وإذا هذا أول فيديو راكي تشوفيه في القناة اشتركي وفعلي الجرس اختي، لأن رسالتنا هنا ماشي باش نبنو بيوت فخمة ولا بيوت جميلة، رسالتنا هي نبنو بيوت
يشتاق أهلها للرجوع إليها كل يوم. نشوفكم في الفيديو الجاي. دمتم بنفس مطمئن، ولا تنسي غاليتي، نجاحي يبدأ من بيتي. سلام.